السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيف جه وعايزين نعمل بقى ايس كريم، بس هنعمله اقتصادي جدا وكل مكوناتنا من البيت، وهنعمل كل مكوناتنا من البيت. ولا هنشتري بقى زبادي العلبة ب4 جنيه ولا الكلام ده كله. هاتي كوباية لبن وربوبيها واستخدميها واعملي الايس كريم بيها. سهله وبسيطه جدا. انا جبت كوبايه لبن وحطيتها في الحله ديت، وحطيتها في فرن البوتاجاز وسبتها يوم ونص لغايه ما رابت، وبعدين هستخدمها بقى في عمل الايس كريم، وهتعملي احلى ايس كريم اقتصادي. عملنا 3 انواع، وممكن تزودي زي ما انت عايزه لو عندك لو عندك الفاكهه اللي انت عايزه تعمليها. عملت مانجا وعملت اناناس وعملت فراوله، وطعم جامد من الاخر وجميل، وحاجات نظيفه في البيت وانت عاملاها في البيت. هنجيب بقى، طبعا كل الفاكهه بتاعتنا لازم تكون متلجه. المانجا متلجه والفراوله متلجه والاناناس متلج. هنحط بقى المانجا بتاعتنا. انا جبت مانجتين، يعني مانجتين صغيرين كده، او ممكن تجيبي مانجايه كبيره وتحطي عليها 3 معالق زبادي او 3 معالق لبن رايب زي ما انا قلت لك من غير الميه بتاعته. وهنحط معلقتين سكر، او تحليها على حسب ما انت عايزه، او ممكن تستبدلي السكر بعسل نحل، بس انا ما كانش عندي عسل نحل. وهتحطيها في الخلاط لغايه ما الخلاط يضربهم كده. طب يعني انت طبعا لو ما عندكيش مثلا كبه، ما عندكيش حاجات من دي، ممكن تعملها في الخلاط بس بالراحه. يعني تشغلي الخلاط وتطفيه، تشغلي الخلاط وتطفيه لغايه ما الفاكهه تتفرم معاكي بالراحه، واحده واحده، علشان سكينه الخلاط ما تبص منك. وهنفضيه في بوله عشان نعمل غيره. شايفين القوام؟ هنا بقى شطفنا الخلاط بتاعنا وحطينا الاناناس المتلج بتاعنا، وبرده 3 معالق زبادي ومعلقتين سكر. وزي ما قلتي السكر على حسب، زي ما قلت السكر على حسب الرغبه، او ممكن تحليها بعسل نحل على حسب ما انت عاوزه برده. هنا برده هنضرب الفاكهه بتاعتنا في الخلاط من غير ولا نقطه ميه، والفاكهه بتاعتنا متلجه. زي ما انتم شايفين القوام بتاعنا معانا تقل خالص اهوت. وممكن كمان لو انت عايزه تعززي اللون ممكن تضيفي له لون غذائي اخضر، بس انا ما كانش عندي طبعا فسبته بلونه الطبيعي كده. حاجه نظيفه وحاجه طبيعيه من بيتك وطعمها كمان جميل. هنا بقى الفراوله، طبعا الفراوله كانت متلجه شويه وكانت لازم تطلع من الفريزر قبلها بحوالي نص ساعه. طب ما طلعتهاش قبلها بنص ساعه، هشطفها شطفه كده تحت الحنفيه علشان تضيع شويه، يعني تدوب شويه من التلج اللي فيها، بس طبعا قلبها متلج. هحطها، وجبت لها بقى علبه زبادي فراوله. ممكن برضو تستخدمي لها اللبن الرايب بتاعنا عادي. جبت لها علبه زبادي فراوله، وبرضو حطيت لها حوالي معلقتين سكر. عايزه تزودي برضو، عايزه تقللي براحتك. برضو هنضرب برضو شويه، هنضرب شويه في الخلاط ونقفله، نضرب شويه ونقفل لغايه ما الخلاط بتاعنا يقدر ان هو يفرم كله، علشان برضو ما يبص مننا. شايفين القوام؟ شايفين القوام تقيل وجميل ازاي؟ وهي كان لونها كمان اغمق من كده ولونها جميل. زي ما انتم شايفين كده كده ال3 انواع بتوعنا جاهزوا، الاناناس والمانجا والفراوله. هنحطهم طبعا في اطباق زي ما انتم شايفين كده، اطباق ليها غطيان، او ممكن تغطيهم انت وانت حطاهم في الفريزر علشان ما يعملش على وشهم تلج. وهنحط بقى كده، وطبعا انا شاريه البسكوت دوت من الراجل بتاع الايس كريم. واديكي عملتي حاجات نظيفه في قلب بيتك لولادك. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لقناتي على اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. وممكن كمان لو انت عاوزه تستغني خالص عن الزبادي، وممكن تعملي الفاكهه كده بيور عادي، بس هتبقى فيها سنه جرشه شويه، وبرضه هيبقى اقتصادي وطعمه جميل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.